أقصى عذاب نفسي ممكن يتعرض له البني آدم في الحياة هو الانتظار. انت لو مستني حاجة واحدة بس مهمة في حياتك، الحاجة دي بتوقف حياتك كلها. تفكيرك بيقف، اي حاجة انت عايز تعملها بتسيبها، بتفضل قاعد كده حاسس بشلل، مش قادر تعمل حاجة، بتحس ان انت عجزت، عاجز عن التفكير في اي حاجة غيرها، عاجز عن الحركة لحد ما الحاجة اللي انت عايزها تحصل عشان تقدر تقوم تتحرك ويبقى عندك طاقة تعمل حاجة، عاجز عن النوم، حاسس ان في حاجة متحكمة في تحركاتك كلها، وكل ده لمجرد ان تفكيرك مشغول بحاجة مهمة انت مستنيها. فالانتظار هو اكتر حاجة متعبة نفسيا للبني ادم، لانها بتوقف حياته كلها. في مثل بيقولك لا يموت الانسان في السجن من الجوع او الحر او البرد او الضرب او الامراض او الحشرات، لكنه يموت من الانتظار. فحاول دايما لما تلاقي نفسك هتدخل في دوامة الانتظار لأي حاجة مهمة في حياتك، عشان تنسى الحاجة دي محتاج قصادها انك تشغل نفسك بكذا حاجة في نفس الوقت، مش حاجة واحدة بس، كذا حاجة، عشان الكذا حاجة اللي هنا دول يكونوا مساويين لأهمية الحاجة اللي انت مستنيها، ويقدروا ان هم يغطوا عليها. فما توقفش حياتك على امل حاجة معينة انت مستنيها لو هي مكتوبة لك هتحصل.